مناخيرك كبرت، رجليكي منفوخة، تبقى حامل في ولد. كتير سمعنا عن معتقدات قديمة ولحد وقتنا الحالي عشان يتعرف بيها جنس الجنين قبل ولادتك او قبل ما تروح للدكتور يقولك ايه هو. زي مثال لو مناخيرك كبرت او رجليك اتنفخت او بشرة وشك احمرت يبقى ده اكيد ولد. ده كله مش مهم، المهم هل في طريقة احدد بيها جنس المولود قبل ما احمل؟ هنتكلم النهارده عن موضوع شاغل لكل ام او اب او كل زوجين نفسهم يبقوا اب وام، الا وهو تحديد جنس المولود. انا دكتور احمد بدر الدين. طبعا من احلى الاخبار على اي زوجين هو خبر الحمل اللي على طول تبداوا تفكروا هو ولد ولا بنت. طبعا صحباتك وجيرانك مش هتوصوا وهتسمعي كتير جدا زي ان انتفاخ الرجلين، مناخيرك لما تكبر، وشك لما يحمر، اكيد انت حامل في ولد. في الحقيقه رغم ان انا بلاحظ جدا موضوع المناخير ده بالذات مع الحمل في ولد، الا انه لم يثبت علميا اي علاقه بجنس النونو في بطنك، وده راجع بس للتغيير في الهرمونات بسبب الحمل. في كمان زي ان كبر حجم الثدي اليمين يبقى ده ولد والايسر يبقى بنت. طب لو الاتنين كبروا بنفس الحجم هيبقى ايه؟ ده طبعا مجرد تاثير هرمون البروجسترون اللي بيجهز للمولود الجديد. من الحاجات الكتير اللي هتسمعيها لو مياله للاكل المالح يبقى ولد، لو مياله للاكل الحلو يبقى بنت. طب لو بتحبي تحدقي بعد ما تحلي يبقى ايه؟ لو عندك غثيان الصبح وبطنك مرفوعه لفوق يبقى ولد، لو عندك غثيان باقي النهار والبطن مش مرفوعه تبقى بنت. كفايه هبد بقى، انت هتعرفي جنس الجنين بالسونار بسهوله من الشهر الرابع. الطريقه الوحيده لتحديد جنس المولود قبل ما تحملي هو الحقن المجهري. صدقيني لا تقويم صيني ولا نوع اكل ولا حمضيه ولا قلويه بتنفع. لو عندك سؤال وعايز تعرفي اكتر سيبيه تحت في الكومنتات. شكرا ليك.